السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عساكم طيبين وبخير إن شاء الله. اليوم عندنا طبخة حلوة إن شاء الله تعجبكم، الدجاج المقلي مع الرز الأبيض بطريقتي أنا. أول شي عندي هنا حبة دجاجة، شلت كل اللي عليها الجلد وفتحت الصدر شقين كده، شايفين كلها فتكتها كده. أكمل معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل عليك يا رسول الله. أول حاجة عندي بحط البصل المفروم، أنا فرمته ناعم، شايفين زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التتبيلة حسب ما تبغي انت، يعني حسب رغبتك. البهارات اللي انت تحبي تحطيها حطيها عادي، بس انا استخدم بهارات صراحة كثير في الدجاج المقلي عشان يديني طعم اقوى. شوية ليمون عصرة، طبعا ليمون الجاهز، عندي غطا خل. انا اقول المقادير معكم دالحين، تمام. كمون رشة، لا تكثر البهارات مرة، يعني شوية شوية. ثوم، شوية كاري، طبعا كل ما حطيت بهار حط افركي عشان تتشرب الدجاجة. الحين احط رشة زنجبيل، بهارات مشكل، اللي هو الزعفران اللي يحطوه في المندي وزي هذه الاشياء اللي طبخات. الحين بحط رشة فلفل اسود، هذه كده البهارات خلاص. عصرة صلصة، أبدأ معكم الحين أفركها. بسم الله الرحمن الرحيم. كذا بحط عليها ملح واغطيها واخليها تقعد في الثلاجة ساعة، وان شاء الله ارجع لكم. وهالحين الدجاج عندي تتبل خلاص، شايفين شكله خلاص. هبدأ الحين اقليه في القلاية الزيت واوريكم لما اطلعوه. على فكرة لا جيتوا تقلينه تنفضين الدجاج من البصل زي كذا، تفل حق البصل تنفضينه مرة لين ينزل منه عشان لا يتحرق ويغير طعم الدجاج. وهذا غدانا حبايبي، ان شاء الله يعجبكم. معليش الدجاجة ذيك النص الثاني تحمر زيادة عن هذه. وهذه السلطة ان شاء الله يعجبكم غدانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. ولا تنسون دعم القناة وعمل لايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في امان الله.